في الحلقة السابقة. انا كان نفسي اعمل الموضوع ده من زمان قوي. الراجل ده اغانيه كلها مربوطه ببعض من 2017 بشكل مرعب. واضح زمان ان هو كان طفل ابيض خالص، هو ما كانش يعرف اي حاجه على الدنيا. طيبته ازاي دي بتبان اكتر كمان في 12 دقيقه وهو بيعاتب ابي يوسف. رام بدا يحس في الوقت ده ان الطيبه بتاعته مش هتجيب همها، بل بالعكس دي هتجيبه ورا. اللحظه دي كان بيعلن فيها ان هو حسم كل حاجه. بعد نهايه العالم كان مروان موسى فاكر ان ده الملاذ، ده الخلاص اللي هيخليه مش فارق معاه حاجه ومبسوط وشايف ان ده الاختيار الصحيح، بس هو ما كانش عارف ان هو هيغوط اكتر. كل ما في الفيديو اللي فات ما هو الا عباره عن هبد، بالذات بعد ما مروان موسى نزل الالبوم الجديد وفشخ الفيديوهين دول، فانا اعتبر ان القصه دي قصه قبل النوم، واحنا كفرجه وهبد وشكرا. من بعد ما مروان موسى عدى بكل المراحل اللي احنا شفناها في الفيديو اللي فات، هو قرر بان هو يقتل الشخصيه الطيبه اللي هو كان فيها، ومن هنا خلاص مبقاش فيه غير نفسي انا وبس، بقى لو مفيش اي حاجه تانية هتخليني ارجع للي كنت عليه. فاحنا على موعد مع نسخه هتاكل الاخضر واليابس ومش هترحم اي حد، وهتشوف ده في الاغاني اللي بعد الالبوم بالظبط. ودايما حاجه انا بشوفها من رايي، بس تواجد المشاعر اكتر مع الشغل فدي بتبقى حاجه مجهده ومتعبه. فبالتالي مروان موسى لما طفى الجزء ده من مخه، فانت بقيت بتشوف ان هو حرفيا بيشتغل على البومين في نفس الوقت. ومن بعدها البيف اللي كان مع ابي يوسف، واللي يعني انا شايف ان هو ما كانش مجرد راب جيم. مروان موسى كان فعلا مش عارف، تحس جواه ضغينه او حزن منه او حاجه زي كده. انا تقريبا كان ممكن ان هو راجع باحساس بالغدر منه، ما تفهمش. بعد ذلك كنت هتشوف في النص اللي هو حاسس ان لا يا اسطى احنا اكلنا عيش وملح مع بعض، وانت اخويا وكده يعني برضه مش هينفع. بعدين مره افتكر ايه ده، انا في الفيز الشرير صحيح يا اسطى، انت راجل قبل ما اقفل عايز اشكرك بجد، علمتني الراب وكنت اخويا يا اسطى بجد، مثلي الاعلى بس بهتة البويا. راجع نسى العيش والملح وكل الكلام ده وكمل البيف. اللي هو مروان موسى الطيب الكويس هو مات خلاص مفيش منه. انا عايز اقول حاجه يعني حاسس ان هي مش في محلها في الفيديو ده، بما اني يعني تقريبا عامل وثائقي عن مروان موسى، بس انا ما بحبش مروان موسى وهو بيتكلم قوي يعني. انا بس بذكر الموضوع ده عشان دايما بحس ان شخصيته في المقابلات والبودكاستات هي مختلفه عن شخصيته في الراب بشكل ما. يعني بحس اني برتاح لمروان المغني اكتر من ما هو بيتكلم. هو ده شيء ممكن تبقى حاجه شخصيه يعني، دي انا المشكله. بس انا في الاول كنت بحس ان انا مرتاح لمروان بتاع زمان اكتر، بتاع اللايفات. بس هل ده معناه ان هو دي كانت مجرد بيرسونا هو عاملها، اللي هو زقها بشكل اكبر مخليه يهرب من الواقع اللي هو عايش فيه ومحزنه وكأبه؟ والتغير اللي هو كان عامله ده ان هو بقى الشخصيه البعيده بكل البعد عن الشخصيه القديمه الطيبه، فهي دي حاجه مجرد هو واهم نفسه بيها يعني؟ مش عارف يعني، وصلت مني شويه فانا اسف. فيعني نقدر نقول ان احنا لو كملنا على الفكره دي فانت ما تقدرش تقول ان الدنيا فيها ابيض واسود بس عموما، فيما معناه ان هو مش شرط عشان هو شخصيته اتحولت فهو بقى شرير 100% او طيب 100%. انا شايف ان هو كان بس بيهرب، فهو كان ميكس بين ده وده بس. فتلاقيه في الفتره اللي هو بين 2020 و2025 كان كل شويه تحسه بيكارك كده، اللي هو يحاول يقعد مع نفسه قعده صفا. فهتلاحظ دايما تيمه في البومات مروان موسى ان هو بيبقى فيه تراك واحد هو التراك اللي بيقف قدام مرايته فيه، زي تراك شهر 5 في فلوريدا، او ذهاب وعوده في اللي هو اصلا كان اي بي صغير، او قدوه في كذا كايرو، او واحد من المليون او الى اخره. فتحس ان هو حتى في الحاله دي كان في شويه تانيب ضمير لسه موجود، اللي هو لسه بيعافر معاه. فانت تقدر تقول ان مروان موسى ما كانش يعني مقتنع بالمكان اللي هو فيه حاليا، وعشان كده اصلا هتلاقيه ان هو كان بيقاوح ان هو يحاول يثبت ان المسار اللي خده هو صح، اللي هو انا مش وصلت لهنا وفي الاخر هطلع غلط. تحس ان هو كذا مره يجيب لك سيره ان لقيت البوصله والخريطه والكلام ده. ضيعت البوصلة بس وصلت بالسلام، قول لهم اني لقيت البوصلة ضاعت مني رجعت جبتها بالمركب. تحسه بيحاول يثبت حاجه، فاهم؟ اللي هو لا انا عارف انا بعمل ايه، اللي هو تحسه بيضحك على نفسه، اللي بيشتغل نفسه فيش مدير يرفضه، حاجه زي كده. مع ازدياد تعب والدته مروان حس ان الدنيا بتبوظ منه اكتر والتوه بترجع تاني، وكديفنس ميكانيزم طبيعيه باقتناعه ان هو في المكان الصح حاليا، هيقول لك لا انا مش عايز ارجع هناك، بس هو ده بالظبط اللي بيحطك في حته اوسخ من هناك. فتحس ان هي حاجه لحد ما كلنا مرينا بيها، اللي هو انت تبقى فاكر نفسك انك مدرك انت فين دلوقتي وبتعمل ايه، وانك عندك سيلف اويرنس بشكل او باخر، اللي هو تحس ان كل حاجه تمام بس في حاجه تيجي تلطشك حته دين قلم ترجعك للواقع بقى، تشوف بقى الدنيا على حقيقتها. بالظبط بقى ده اللي حصل مع مروان موسى بسبب حاجتين يعني لسه هنجيلهم بعدين، لكن هو كان واضح من قبلها في ألبوم دخوله وخروج، تحسه ان هو كان بدا يفوق شويه، اللي هو تحس فعلا في حته وحشه ومش بقاوح فيها، زي ما في اخر دخوله وخروج بص كان حاطط الصوت ده مثلا. فهمش بقى هو كان حاسس ولا تمهيد ولا ايه. بالمناسبه يعني ازاي تفهمني اذا كنت انا اساسا مش فاهم نفسي، افهم انك بعديها تحتاج تتعالج نفسي. حصل والله العظيم، اقسم بالله انا فرهطت منك والله العظيم. تحس ان هو ما كانش عايز يبين التوهه الجديده دي بتاعته قوي، عشان هو دايما بيحب يبقى الشخص الفرفوش الروش وما بيحبش يأذي البرسونا دي قوي. تحس اصلا بيبقى عنده حته دي انه يبين حزنه قدام الناس وكده، فتحس ان هو كان بيلمح بيها شويه بس بالانسرتات اللي هي في الباك جراوند اللي وريتها لك. وفي ظل ان مروان موسى بدا يفوق لنفسه شويه، جت حاجتين هم اللي فوقوه اكتر، كانت وفاه والدته والعدوان على غزه.
مروان موسى والدته توفت في شهر 10 يوم 3 2023، وبعدها على طول كانت المشكله في غزه ابتدت في 7 اكتوبر. تحس ان العدوان على غزه كانت هي نقطه تحول لناس كتير من ناحيه النظره المختلفه للغرب والزيف بتاعهم مع كل الاحداث اللي بتحصل، ومع ذلك احنا صامتين. الاباده لسه بتحصل لحد دلوقتي يعني، ولكن يعني خلينا نتكلم في وقت تاني الموضوع ده بتمعهم. مروان موسى كان فعلا متاثر بالثقافه الغربيه بشكل كبير مع اعترافه هو نفسه، لان ده شيء طبيعي اصلا، نص الماني ودرس هندسه صوت وسينما بره، فميك سنس يعني. هو كده كده كان بدا يبتعد عن ده، بس دلوقتي زي ما قال في البودكاست بتاع اشتري مني ان هو استخدامه للمقامات الشرقيه حاليا هو نابع من عقده ذنب معاه. وعلى الصعيد الاخر هو الاهم اكيد بالنسبه له كانت وفاه والدته، ففقد شخص عزيز عليك هي مش حاجه ممكن تتخطاها ب5 مراحل ولا 200 مرحله والكلام ده كله. في الحقيقه التاثير بتاعها ممكن ما يبقاش مباشر، انت ممكن تاخد بالك منه بعديها بسنين، وبتفضل عايش بحزن الفقدان وحزن على عدم وجود الشخص ده في حياتك. كل اللي بيبقى قدامك هو النسيان او التناسي بمعنى اصح يعني. بس مروان موسى كان مباشر جدا في الموضوع ده، ما كانش محتاج وقت ان هو يدركه، بالذات ان هو كان في اخر فتره في سحله معاه بسبب تعبها. زي ما قلت لك من شويه هو اصلا من غير حاجه كان بدا يحس ببعض الحزن او الضيق. الاتنين دول جم زي ما تقول هم قطموا ظهره اكتر، فده خلاه بدل ما هو كان رايح جاي فهو وقع تماما، وكان بدا يبان ضلالات شويه ان هو بدا يرجع واحده واحده اللي كان عليه من جزء الطيبه او كشخص كويس يعني. بص لما ادى الشوت اوت لابو يوسف في الحفله، شوت اوت ابو يوسف. اصلا اي مظهر براءه بحسه صادق. فانا زي ما قلت لك في فيديو فات مروان موسى كان فعلا بيحب ابو يوسف، وكان حب صادق لدرجه انك تقدر تشوف فرحته فشخ وهو قاعد بيغني اغنيته معاه، وتقدر تشوف قد ايه الفرحه دي بريئه قوي. في نفس الوقت ده مع فكره ان هو بدا يدرك هو فين حاليا، هو كان نفسه بس يستخدم طريقه التعبير بتاعته. ولكن زي ما قلت لك هو اصلا ما بيحبش الفكره بتاعت كسر البرسونا دي بشكل صريح، بس حاسس ان هو جاب في وقت جاب اخره، فقال للناس يا جدعان بصوا بعد اذنكم انا اسف بس انا عايز افضفض بكلمتين، فاسمح لي ان انا بعد اذنك اقعدك الباقي من عمرك بتتحسر على اللي فات. يعني بجد انا مش فاهم هو ما كانش مدرك ان احنا بنموت في النكد يعني. يا عم ودي ما انا معاك. ردة فعل الناس دي لخبطته اكتر، اللي هو كان هيعمل حاجه بس مجرد فضفضه، مش حاجه كوميرشال او حاجه للناس، انما الناس هتبقى مستنيه الحاجه دي، لا دي حاجه تانية. واللي هو برده كان تحسه متلخبط ان هو مش عارف يعمل ايه، اللي هو عايز انزل الالبوم اغنيه، لا انا عايز انزله المراحل كل مرحله لوحدها، او انه كان عايز يسمي الالبوم ريستارت كنوع من انواع ان هو بيبتدي بدايه جديده. ودي حاجه يعني لما تيجي تبص على الالبوم فهي حاجه منطقيه يعني ماشيه في السياق. واللخبطه دي بانت قوي لما نزل اغنيه عامل ايه ومن بعدها مرحله الانكار. لو ما تفهمش طيب هي كده عامل ايه كانت باينه ان هي في مرحله التقبل، بس انا مش عارف هو كان مثلا عاملها كانترو او كان عاملها عشان تبدا الالبوم، ولا انت معتبرها الانكار طب ولا ايه بالظبط. هو نفسه متلخبط. فاما منزل مرحله الانكار نسخه الواد البلبوس اللي يعني تتلخص كلها على بعضها، يعني ان مش يعني مروان موسى كان هيجي يعني مش عارف يعني الثلاث اغاني دول كانوا غراب فشخ. انا متفاهم انك مش عايز تكسر البرسونا بس مش كده. طيب بعد ما الثلاث اغاني دول نزلوا فهو تقريبا نسى باسورد التشانل من وقتها، وقعد بتاع 9 شهور كده، وقعدنا وقت طويل كده ومش عارفين هو في ايه، هو مش هيكمل طب ولا هيعمل البوم ولا ايه. ومن بعدها نزل برومو بص يا كبير. بعدها 3 اغاني اللي نزلوا، بعد كده ما عملش اللي هو كان بيقول عليه ان هو كان عايز يقسم تنزيل الالبوم اصلا ونزله مره واحده كله على بعضه، رغم ان ده كماركتنج وايز هو دي حاجه سيئه جدا. سو عوض الفكره دي شويه لما نزل 3 أو 4 اغاني دول في الاول، هو ممكن يتصنفوا من احسن اغاني الالبوم، بس ده كان كله عامله عشان يلفت نظر الناس. رغم كده بالفعل في اغاني احنا ما ادركناش حلاوتها غير بعد وقت، عشان هم اصلا 23 تراك. طبعا احنا كنا ناخد وقت على ما نفصص كل تراك او ودنا تاخد عليه، ولكن هو كان هدفه الاساسي بجانب الفضفضه في الالبوم انه كان عايز اللي بيسمع الالبوم يمر بالتجربه معاه اكتر، في نفس الوقت يبص على المراحل بتاعت مروان موسى ويحاول يدرك هو في انهي مرحله عشان يعرف يعالجها. الالبوم ده هيخلي كل اللي فات منطقي، اذا كان احداث في حياته لتراكات والى اخره. فناخد نفس عميق. فقبل ما نخش على الالبوم عايزين نفهم ايه التيمه او القالب اللي محطوط فيه الالبوم ده. احنا قبل ما نخش على الالبوم انا محتاج افهم حاجه مهمه فشخ. ليه حضرتك يا استاذ مروان موسى قررت تفشخ المجهود الاسبوعين دول كلهم؟ يعني بص كده معلش، بص النظام رجع تاني زي الاول. بص ليه قررت كل اللي انا كنت بحاول اعمله الاسبوعين اللي فاتوا ده تفشخه؟ ليه خلتني ابني كل الباك ستوري دي عنك وعن الالبوم بتاع الراجل الذي فقد قلبه وفي الاخر تعمل كده؟ انا مش فاهم. بكل بساطه مراحل الحزن ال5 هم الانكار، الغضب، المساومه، الاكتئاب، التقبل،
المراحل اللي بيعدي بيها اي حد فقد شخص او فقد وظيفه او علاقه او اي حاجه عزيزه عليه عموما. كل مرحله بيبقى ليها تفاصيلها الباينه من اسمها. كل مرحله من دول في طريقه معينه لازم تتعامل بيها مع الشخص اللي بيعاني منهم. والخمس مراحل دول مش شرط ان هم يبقوا جايين ورا بعض، يعني هو مش ليفل هتخش فيه وتعديه يبقى خلاص كده، فاهم؟ انت ممكن تفضل ماشي في لوب كده اللي هو شويه اكتئاب شويه مساومه وشويه تقبل وهكذا بقى، فاهم؟ يعني انت حياتك البائسه دي مش بتتعدل يا اسطى بسبب الخمس مراحل دول. ومن اول تراك هتبدا تفهم اللي حصل الفتره اللي فاتت من احداث مع مارو. انا عارف والله عشان الالبوم الجديد فهو كلامي كله مش هيبقى بيميك سنس، بس هو انا متاكد. اصل يعني بص اسمع كده، بص ده تيمبو اغاني صيفي بس، يعني هو ده دي مش يعني اسمع كده كده. انا متاكد ان مروان موسى بس هو عامل الالبوم ده بس علشان هو عايز يبيع، عايز هو عايز يسترزق بس في موسم الصيف، لكن هو اكيد ما رجعش لنفس الشخصيه التانيه اللي هي الشريره اللي هي بتقعد تنكش في الناس هي مرحلة الإنكار. زي ما قلت لك اصلا هو من وقت البوصله ضاعت وهو خايف يبقى كل اللي هو عمله ده او الاختيار اللي اختاره السنين اللي فاتت دي كلها هو غلط، وان قرر ان هو يقف وقفه عند اللي هو فيه ده هو قرار مش صعب، بس هو قاعد بيماطل مع نفسه. هو حرفيا بيفهمك اللي بيبقى داير جوه مخه. هو بيقسم نفسه لاتنين وبيقعد يتكلم طول التراك وقاعد بيقنع نفسه انه لازم ياخد موقف من اللي هو بيحصل معاه ده. وبيظهر الانكار اكتر في العركه دي لما بيقول لما تسالك مالك يكذب ويقول لها تمام. طب ما انا فعلا تمام انت فعلا غلبان. لازم يبقى في تغيير في حياته للمره المليون، بس يمكن التغيير ده يبقى غير كل مره. فهنوضح مشاكلنا بكل صراحه بدون تحوير بدون كذب، مش بينا وبين بعض بس، لا احنا لازم نلاقي ضلتنا اللي تقدر تساعدنا في الخروج من هنا. احكيلي بقى عامل ايه؟ دنيا وائل ممكن صوتها او تواجدها في الالبوم كل واحد يمثلها بطريقته، ممكن بقى السيرفست بتاعته او مجرد صديقه بيحكي لها، بس في كل الحالات هي تعد تجسيد لخلاص مروان موسى، وهي الشخص اللي بتحاول تمد ايدها لمروان موسى بس عشان يطلع من اللي هو فيه. وعشان يجسد مرحله الانكار هو مش هيتكلم عن اي حاجه ليها علاقه اصلا بالمشكله الاساسيه اللي هو بيمر بيها. استخدم نفس الحيله بتاعت كندريك لامار في البوم ماستر مورالز، وبالمناسبه ممكن الاثنين اصلا يبقوا واخدين نفس تيمه السيرابي. يعني مثلا لما يبدا يتكلم في مره مشاكل هيبدا يناقض كل اللي هو قاله قبل كده، مثلا في تراك قدوه اللي هو لا يا عم انا مثل اعلى واستحق اللقب اللي انا فيه ده، ويرجع بقى يلطش في الناس ويتكلم عن انجازاته وجمهوره واي حاجه غير انه بس يتكلم عن المشكله الاساسيه. او في شواف لما حرفيا عمل زي كندريك لامار في ان 95 لو قعد بقى يرمي عن عبيد الترند والمنسقين ويكمل في التشكيل في نفسه وهكذا، كل اللي بيعمله بس عباره ان هو بيتجنب الشعور. في حاجه مهمه فشخ وقالها وعدت مرور الكرام، بتعود مع مرور الزمن افتكس الذاكره هكتبها، بس دي هنجيلها بعدين. يعني الفكره بقى دلوقتي ان هو مش حاسس انه قادر يواجه نفسه وبيناقض القواعد اللي هو اصلا كان قايلها لنفسه في الاول ان هو هيتكلم بكل صراحه، ولسه قاعد ينكر المشكله ويسلط الضوء على اي حاجه غير انه بس يسلطها على نفسه. لكن عشان ما ننساش فجزء من اللي وصله هنا هي اصلا كانت علاقته، وعشان كده في كلميني بالليل هتلاقيه برده لسه في انكار اللي هو انا لسه موجود، خلي بالك عايز تكلميني بالليل بالشات انا بطاطا يا مان. تفاصيل كل مرحله هتقدر توريك الراجل ده قد ايه هو فاهم هو بيعمل ايه من ناحيه الكتابه او الغنى او الكونسبت نفسه بتاع الالبوم. وتكرار دنيا وائل تتجنب الشعور. انت بتسمع المرحله دي كلها تحس انك على طول قاعد تقول له كده اللي هو اصلا انت فعلا بتتجنب الشعور، يا اسطى انت بتهرب، يا اسطى انت بتهرب زي ما انت بقالك 5 سنين بتهرب ومش عايز تواجه المشكله بكل صراحه يا اسطى. هو لسه مصر على تيمة الشخص اللي مش فارق له حاجه، زي ما بيقول لو قلبك مخطوف اعمل له رموز. كل ده وريت لك ملل انك مش فاهم حاجه، وزيت لما تخش في حته ان اللي بتعمله ده حاجه روتينيه فشخ اصلا. هذه لما بتبدا تستوعب بيبقى وارد جدا انك تتعصب. مرحله الغضب هي تاني احسن مرحله بالنسبه لي لسبب استخدامات الخامات الشرقيه بشكل كبير في محلها. والفكره برضه هي وراها باك ستوري، يعني هو كان قايل ان اصلا استخدام الخامات الشرقيه عشان هو شايف ان احنا كعرب عموما طريقه تعبيرنا عن احزاننا هي بتبقى عن طريق الغضب. ففي المرحله دي بتبدا تفهم اكتر هو في ايه المشكله، ايه اللي مروان كان بيعدي بيه كل الوقت ده بسبب مجرد غضب ولوم. بص يا اسطى انا بقالي شهر كاتب الفيديو ده، فانا اول ما قررت اصوره ومنتجه وانزله يقوم هو منزل الالبوم ده وياريته حتى قد التوقعات. دي حاجه ما تتسمعش. يعني شوف يا اسطى انت خليك انت قاعد تلف كده بتبقى دخلت تاني مرحلة وهي مرحلة الغضب. فهتلاقي مثلا في بائس بان التيمه بتاعت كره المجتمع والسوشيال ميديا، بس المره دي مش بشكل انكار بل بشكل غضب وضيق منه، بس اللي الناس بتمثله وازاي هم بيداروا اللي هم بيعملوه دايما كمظهر من مظاهر التحضر، ولوم لكل اللي حواليه حتى ابوه. كل الناس كدابه طيب انت هتبقى ايه؟ حتى بيغضب من نفسه ومن طريقه هروبه من اللي بيحصل فيه كل ده. ودليل تاني ان هو بقاله كل ده في نفس الزوم من وقت البوم بروباجندا. طلعت 5 سنين يابا وانا مش شايف. زي ما قلت لك قبل كده هو اصلا بيهرب بالمخدرات، بس اللي هو انا بهرب من الحاجه دي بالطريقه دي، بس حرفيا هي حطتني في زون اوسخ من اللي انا كنت فيها. خدت نفس
خدت نفسين لقيت الحالة اتقلب. اللي انا على طول هو مش فاهم حاجه ولا عارف هو بيعمل ايه بالظبط. والله يا اسطى انا غلبت منه. فاهمك عموما اهو. وبعدين قلنا حاجه معينه بقى، هل الصوت اللي بيطلع كل شويه بيقول حاول تفتكر؟ هل هو حاول تفتكر اللي انت عديت بيه عشان تقدر تواجهه؟ ده مثلا عشان زي ما قال بفكس الذاكره اللي بتبهت دي ممكن اصلا تبقى ديفنس ميكانيزم اخرى عند مروان موسى بيستخدمها، ان الحاجه الصعبه والمواقف السيئه اللي هو عدى بيها هي بتختفي من الذاكره التلقائي. ولا حاول تفتكر دي حاول تفتكر نفسك او الشخص الطيب اللي انت كنت عليه، ولا حاول تفتكر ايه بالظبط؟ انا مش قادر احدد ده بالظبط، لكن معروف على فين وبصه كبيره هو تحس ان هو بدا يواجه فعلا، وده كان مخليه في اقصى حالات غضبه. يعني في على فين هو كريم اسامه اصلا هي تعتبر حديث مع الانا بس بقى نسخه 2025 اللي هو بيقول له لما تدوخ وتتوه ارجع لمكانك وبص على اللي حصل عشان تعرف تحله. وكريم بيرد عليه بقى بالصياح وشكوى من الدنيا. كفاية عليها منك ولا من الدنيا، بين نفسي بقاش في كيميا، في اللون بس مش برسم عليه. وبص كبير بيستكمل الصياح والعنف ده وده ينقلنا لرائعه من روائع الالبوم. قمة مرحلة الغضب في الأغنية دي، الغضب من كل شيء والغضب من الظروف، غضب من علاقته اللي لسه بيصيح منها والوقوع اللي كان فيه، غضب من نفسه تاني ان هو كل ده كان بيحاول يثبت للناس حاجة وهو مش مضطر اصلا انه يثبتها، والحلم من الغضب ده ان هو اصلا مش عارف ياخد قرار ايه. يا اسطى تاني يا اسطى برضه تاني مش عارف تقرر ولا عارف تعمل ايه، وفي ايه؟ انت مش قلت انت عارف انت بتعمل ايه يا اسطى؟ في حيرة تاني وفي تقاطع تاني ومش عارف تاخد قرار. وعموما في النص كده شوت اوت تاني لأبي يوسف، واللي ما تفهمش استخدامها هنا ليه بالظبط. يعني هل هو عشان كان لسه عنده حتة غضب من أبي يوسف على المشاكل اللي حصلت بس مازال مدرك فضله عليه؟ يعني هي مش راكبه على الكونتكست باي شكل غير كده، يعني مش لاقي حاجه تانية. مروان بيحكي برضو اللي عدى بيه في الفتره دي من محاوله اثبات نفسه انه ولا مرفه ولا عديم الاحساس وهكذا. هل برضو ده للجمهور ولا للحبايب ولا للقرايب ولا الكلام ده يعني لمين؟ انا مثلا هنا لما اختار كلمه كأبنجي يا اسطى بيخترع يعني كلام دي انا عمري ما سمعت كأبنجي دي. حياتي عشان كأبنجي ربع انتقاد في ودان انا همشي. المهم بنفهم اكتر المسؤوليه اللي هي كانت محطوطه على مروان موسى في الوقت ده واللي هو فعلا قدر يشيلها، بس المسؤوليه دي من منظوره هي ضيعت فتره شبابه والفتره اللي كان المفروض اصلا يعيش مرتاح فيها، لكن علاقته بصاحبته هي اللي بوظت الدنيا شويه، فهتلاقيه دايما غاضب او ناقم عليها. بس برضه في كل الحالات دي مروان ولا يهزه، خلي بالك بيبي والله العظيم انا الدنيا دي بحالها ما فيهاش اللي يسمعني خطبه. وبذر كمان حته ان هو كان خجول زمان وهو صغير وانه بس من الحب مسلم نفسه ليها، فاهم؟ في الاخر كله باظ، ولكن هو كان قاعد بس كل ده بيفكر وبيستنتج اللي هو طب انا ممكن اعمل ايه حاليا. بس هل هو لقى قرار؟ لا برضه. بس السؤال هيقلب من بعد المرحله دي ليه؟ يعني انا مش قادر افهم انت ليه قررت تنزل الالبوم ده دلوقتي؟ يعني حتى كنت تسيب الفيديو بتاعي ينزل الاول، يعني يا سيدي هيتقال خطأ ان انا كنت قاعد ابني كل ده وفي الاخر خلاص مش فارق. كان يا عم على الاقل هجيب شويه فيوز اي حاجه، وفي الاخر تدبسنا انا. يعني ليه انت تقعد تحكي القصه دي وتبني الموضوع من زمان وواضح ان هو من زمان جاي تناقضه دلوقتي ليه؟ فانا بجد مش فاهم حاجه. هل انا اتسرعت في الفيديو ده يعني، ولا هل انا كان المفروض اعمل ايه بالظبط؟ فاهم قصدي؟ يعني انت لما تيجي تبص على فبتوصل للمرحلة الثالثة. هو اكتر سؤال بيبقى واضح وبارز في مرحله المساومه، ودي المرحله اللي زي ما بيقولوا مروان موسى ان هو موجود فيها طول الوقت وانه مش عارف يعمل معاها ايه. هو على طول مش لاقي اجابه لسؤال ليه. وعلى عكس مرحله الانكار والغضب انت مش بتبقى رامي اللوم على نفسك بشكل كبير، انت بس بتتساءل او بتحاول تفهم، والتساؤل ده بدا من ليله أرق. ليالي الأرق المعتادة اللي ما فيهاش نوم ومليئة باللوم على اللي فات واللي راح وكل حاجة. بيبدأ بلوم الإخوات اللي سابوا من سنين ومبقاش حد جنبه، رجع تاني خاف من طيبته وإن هو مش عايز يرجع لها لأن الفكرة أصلا رجعت لدماغه وبدأ يرجع يبرر لعكسها تاني. أنا محاط بكلاب سعرانة فاتعلمت أعض. والستيج الأهم في ليالي الأرق هو لوم النفس، وإنه مش حاسس بقيمة اللي معاه أو إنه حرفيا في محكمة في مخه وإنه متهم ولابس أحمر، وحرفيا قاعد في ليالي الأرق وبيجلد ذاته لدرجة إن هو حاسس إنه متهم وبيتحكم عليه. يعني انت فاهم المشهد اللي هو بنيه في الاغنيه دي؟ الراجل ده سينمائي برضه بيحاول يحسس نفسه انه عمل اللي عليه او يريح ضميره، مع ان هو اصلا مش عارف هو عمل اللي عليه ولا لا، وانه خايف يبقى وصل لكل ده في الاخر يطلع سراب، وانه بعد ما طلع كل ده وعدى كل المراحل دي في الاخر المسار اللي خده يطلع غلط. نبدا نشوف ملمح لمارلو قديم اللوام عن النفس اللي بيشايل نفسه دايما الغلطات، بيسال نفسه بقى وانه بدا يفوق. سبت قلبي فين؟ فكرني وانا افكرك.
هو قول لي شخصيتي القديمه اللي بتحكم قلبها فين؟ لان اصلا رغم حيرتي معاها انا كنت بحبها، ففكرني بده بقى وانا هفكرك بالتفاصيل عشان نحلها. هو حرفيا بيساوم نفسه هو عايز مقايضه، فاهم؟ فالصدمه اللي هو فيها من اللي بيحصل ده هو مش قادر يستوعبها، لان بكل بساطه هو كان فاكر نفسه فهمان دنيا. جوابي اتبعت، سؤالي اتسأل، ما شفتش رد، لحظة عليها اسمنت تتصب، انا فاهمان الدنيا ازاي اتخض. رؤيتي للورق غير التقليدي، ده رأي الزملاء، سبت النص بنيت شخصيتي، ما سبتش مصر انا لسه في بيتي. مانو كان لسه في صدمه ان هو فاكر ان كل اللي عدى بيه هو اصلا معروف ومتكتك، لكن في الاخر بعد كل ده هو طلع فشوش وعدى بلا شيء، والتساؤل والليه بتزيد اكتر. صباح ومسا تركت الحب واخدت الاذى، كله اتحذف، بوظت علاقتي بكل الناس مع كل الاسف. اللي هو سبت قلبي ومشاعري واخترت ابقى مؤذي واتاذى، وده خلاه يبوظ علاقاته بالناس اكتر، ويبدا يوصف اكتر المرحله اللي ما بعد وفاه والدته بالظبط، انه قاعد منعزل في قوقعته وغرقان في حزنه ده، وسط ما هو سرحان في صورته هو ووالدته، فهو قاعد بيكلمها اصلا، والاغنيه دي كلها قاعد بيكلمها، كلا حزنه من اللي هو بيتألم منه، اللي هو انا بتألم ولا بتجنن. في دماغي صوت صرخه قاعده بتدندن، حللت الماضي قلت اللي جرالي. لكن الصرخه دي عشان هنرجع لها وقت، وبيرجع تاني بقى يبص على اللي هو عمله السنين اللي فاتت وبيحاول يفهم كل ده. زي ما بقول لك هو اصلا مش بيكلمنا، هو قاعد بيتكلم صوره امه. عموما انا بحب في مروان، مش عارف هو بيسيب هنتات ولا هو بينسى ولا ايه بالظبط، بس تقريبا دي كانت المفروض تبقى اخر اغنيه في مرحله المساومه، عشان ده اصلا كان اكتر وقت يعتبر من بدايه الالبوم هو يسلط الموضوع على المشكله الكبيره، هي حزنه على فقدان والدته او بين قوسين فقدان قلبه، وعشان مكتوب في الليركس اصلا ان هي المرحله الاخيره، فاهم؟ ولكن عشان كان في اسئله كتير لسه ما اتجاوبتش، فكان لازم يخرجها في اكبر تجلي للحيره والشك والتساؤل، وبيقعد يتسائل لمده 6 دقايق كامله. عجب مصلحة وراحة الطيابة. الاستفتاحه دي بيرفكت بجد. الطيبه دي اكتر حاجه معلمه مع مروان موسى بشكل كبير قوي، كل شويه بيفضل من انه يبرر ليها لانه بيتسال هو سابها ليه اصلا، هو على طول كده نفس التيمه. وبيظهر حاجه انا جازيت عليها من الفيديو اللي فات، مع ذلك هي عدت برده مرور الكرام، بس هو فعلا ممكن اللوم اللي فات ده كله كان ممكن يبقى جزء منه كبير على ابوه. يابا فينا كان عليه الدور، اللي هو مين اللي المفروض كان يشيل، مين اللي المفروض يستحمل، انا ولا انت؟ وسنين مش هقدر اسالك ولا وجهك بالليل دي يابا. وفاكر البوصله عزيزي المشاهد؟ بحر كبير مش عامل صوت، نور القمر سايح على الموج. ايوه بالظبط، هو نفس المكان اللي كان مروان قاعد بيتسائل فيه وخد القرار اللي من 5 سنين، هو القرار ده اللي وصله للمكان اللي هو فيه، هو اللي قاعد وبيتسائل فيه وبيحاول يفهم فيه دلوقتي، هو نفس القرار اللي وصله للمكان اللي هو فيه دلوقتي. بعد اللف والتوهه الكتير فرجع لنفس المكان وقاعد بيتسائل على نفس الحيره دي بالظبط. وزي ما وضحت في الفيديو اللي فات ان ده اصلا كان بوست للالبوم، من الواضح ان ده دايما المكان اللي هو بيروح يفصل فيه مثلا، او هو بيبقى نقطه فارقه عنده، فاهم؟ مالك ولا نسيت كنت في اسرع مده تتغير. وحرفيا مروان برضه نعيده ونكرر ما كانش واقف على ارض صلبه، نظرا لعدم وقوفه عليها مفيش حاجه مثبت عليها رجله، فكان طبيعي اي حاجه تغيره بكل سهوله، اسوأ احسن مش هتفرق. الفكره لو سمعت التراك ده اللي هو اصلا يعد احسن تراك في الالبوم على الاقل بالنسبه لنا، تاخد بالك من كميه التوهه الاكبر في المره دي. عموما انا حاسس ان انا قلت التوهه وحيره كتير، بس فكره هي دي مرحله المساومه، التوهه والحيره، لدرجه ان انت لو بصيت اصلا تلاقي ان يعتبر كل جمله او كل 4 عبارات هي مش مربوطه ببعض، بس كلهم بيتكلموا في نفس الحاجه. يعني الفكره ان هو بياخد من كل موضوع يتكلم عليه حبه ويخش على اللي بعديه وبعدين يرجع له تاني، وهكذا طول الاغنيه. وزي ما نفس الحيره دي ولدت الانفجار في البوصله ضاعت، رجعت نفس الحيره تاني هنا، بس ولدت انفجار على النقيض تماما. فنفس مروان موسى اللي كان بيقتل مشاعره وقتها دلوقتي هو اللي بيقول لنفسه وروح بقلبك روح بقلبك انسى عقلك. زي ما كانت يابا ليه تجلي للحيره والتساؤل، فروح بقلبك كانت تجلي لكل اللي حصل معاه عموما في اخر 5 سنين من مشاكل وترك مروان موسى لنفسه واصله، وعشان يقدر يتعايش او كده فهو كان طريقته ان هو يلغي المشاعر، وعشان رجع تاني لمشاعره فبدا يفتكر ويعاد. يعني بص هنا، كان نفسي بس نساعد بعض يا عم، خلاص احنا اسفين، ازاي احنا فنانين بس ببعض مش حاسين. لا يا جدعان احنا المفروض يبقى قلبنا على بعض اكتر من كده. عارف روح بقلبك ان انت هتحس ان انت بتاخد نفسك شويه وبتهدى، بس صاحبي احنا حرفيا داخلين على سواق، عشان بعدها بتوصل أصعب مرحلة. ممكن ما نتكلمش عن فواتير العتاب، انا كده انا ما يعني انا مش هتكلم، اللي عايز يسمعها على مسؤوليته. انا خلاص كده الفيديو هيبوظ، اعمل ايه؟ طب يعني حتى الفيديو اللي فات ما جابش اي فيوز، ما جابش اي حاجه. بالفيديو ده بعد ما القصه اصلا باظت محدش هيخش يتفرج. حتى بالسكتشات دي بحاول اعمل اي حاجه تعوض القصه كلها كنوع من الهزار والترول والكلام ده كله، بس في الحقيقه انا خلاص يعني تحس إن مفيش حاجة ليها معنى.
كله باظ. ودي مرحلة مخيفة قوي. ما بعد فواتير العتاب، واللي هي كانت قمة الحزن في الألبوم، وأظن في حياة مروان موسى كلها. كل ده خلاه يسألك ويسألني ويسأل الأهل والمجتمع والناس وكله، بيسألهم سؤال مهم: كان عندك كام سنة لما اكتشفت ان الدنيا ظلمة؟ لما اكتشفت ان كلها كذب وانك متبرمج مكتوب علينا في مشوارنا ده نتمرمط. مروان بعد ما الظروف خلته يرجع لأصله من ناحية الطيبة ويلغي فكرة تراكم المشاعر وعدم الاهتمام بيها، فانفجر في حزنه على والدته في فواتير العتاب، انفجر في حزنه من الدنيا في ايه ده. فتحولت الأغنية لتطور الطبيعي لمهرجان الدنيا شمال، انه قاعد يصيح من قد ايه الدنيا بالتعب، وحرفيا بيقول حاجات في قمة الريل وتقدر تحسها فشخ. ربي انت راجل، لا اعتراض على اللي اتكتب لك. حبيبي الحب مش حقيقي غير لو بيذل. عارف انت الحاجات اللي ممكن تاخدها كوتس وتعلقها وتفضل تفكر فيها، وبيوصف احساسه وقت وفاة والدته. سنين مفيش غير صوت سويت زي المسامير في الودان. هو بالظبط ده كان صوت الصرخه اللي كان قاعد بيدندن في ودانه في فهمان دنيا. ولو بصيت كمان هتلاقي التمتمه اللي في الاخر دي هي مشابهه جدا، او يمكن هي كمان اللي كانت في اخر مسبيرو. ومش عارف هل ده معناه حاجه ولا لا، يعني انا برضو بهبد. بس بعد اصعب مرحله بيجي أحسن مرحلة في الخمسة. وصلنا يا ولاد. حفينا كل ده عشان بس نوصل للملاذ. هو من الواضح ان هو كل القصه دي كانت تأليف، ما فيهاش حاجه. يعني انا ما كان هي مجرد قصه انا قعدت أألفها. هو فعلا كل الموضوع ما كانش كده، يعني هو ممكن ابقى انا فهمته غلط او مروان موسى كان قايله بس، لكن هو بقرر ان هو يسيب كل ده برضه، فاهم؟ بس هو خلاص هنعمل ايه؟ وهي بس كانت الحاجه اللي كله اصلا محتاجها، وحرفيا قالت الحل. مجرد وجود شخص مستعد انه يمدلك ايده او يساعدك، ده بس ممكن انه يبقى كافي انك تعدي اي مرحله من دول. وهتقدر تشوف في الاغنيه دي نبره نضوج مروان موسى عن اللي فات، ووضوحه بشكل كبير معانا ومع نفسه. فده اللي مخلي الالبوم، او نقدر نقول بكده لما نيجي نبص على كارير مروان موسى كله، انت هتقدر تشوف نفسك فيه، وهتقدر تشوف انت ازاي بتبقى خايف من اختيار مسار ما، او انت ازاي خايف من نفسك ومن غلطاتك ومن وقوعك، وازاي لما بتشوف فقد اعز الناس ليك وهو يقدر يعمل ايه فيك، وقد ايه هو قادر ياثر عليك وعلى حياتك. فلو كانت رسالة مروان موسى من الألبوم ان هو بس يخليك تبص على المراحل عشان تدرك انت فين، فانا شايف ان هو عمل ده كله وادى فعلا رسالته اللي هو كان عايزها، بل لو قدر يخليني انا على الاقل اشوف نفسي فيه، وابقى شفت حد زي ما قلنا في الاول خالص في الحلقة اللي فاتت، انه قادر يعبر عني وقادر احس تفاصيله حسيتها عن طريق لسان حد تاني، انه قادر يعبر عني واني قادر احس بتفاصيل حسيتها عن طريق لسان حد تاني. ولكن ان ضاقت بك السبل افتكر حاجة واحدة بس، ان رغم ان ما كانش فيه داعي، بس الله اعلم اكيد ربنا ليه حكمه في كل ده. انت ليك بس انك تتفرج، فاهم؟ فين الحب فين قلبك ليه مش جواك؟ انت في الركن والحزن موت هواك. تفكير بزيادة والعجب مش عاجبك برضو. فتحت كيسة الجهاز وفي الاخر بوظته. امبارح فتحت فيلم باتمان التالت.